بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي قناه خراز عبد القادر، مرحبا بكم. تنتلاقاو من جديد في حلقه جديده ورمضان كريم. الحلقه ديالنا اليوم واحد جوج صحاب دي زامي من صغرهم هما صحاب، من صغرهم ولاد حومه واحده ولا الدوار واحد ولا الدوار، هما في العروبيه مصاحبين بجوج. نعرفوا بان في البوادي البنات عفيفات، ماشي حتى في المدينه كاين البنات عفيفات، ولكن البنات ما يقدوا شيء، ما عندهمش حريه. اللي عند البنت في المدينه ما عندهمش حريه. في ديك الوقت ملي غنعاود لكم هاد القصه بدايه 2000، تعرفوا ذاك الوقت حنا دابا راه كل 5 سنين تيبان تغيير، حنا حسب المغرب كل 5 سنين تبان ظاهره، كل 5 سنين، ولكن كما كان الحال غادي في التحضر في التقدم، شي معليش العالم كله غادي يبقى. ذاك الوقيته كانوا البنات شويه باقا ما بانش دوك المعامل في المدن، كثرت المعامل وهذا فغيجيو البنات يخدموا. حتى عندنا مثلا في هذه المدينه اللي انا فيها كاين معامل فيهم البنات بزاف تيخدموا بالالاف، ولكن ذاك الوقت ما كانش هذه المعامل. وكان ديك البنات في الباديه محصور العمل ديالهم على العمل الفلاحي، عامله فلاحيه تيخدموا في الفلاحه. كاين شي بنات ما تيخدموش والديهم، البنت دارت باش تعاون امها، باش يقابلوا بايمهم، باش يديو يعطوا الماكله السرح، باش يحلبوا. هادشي فاش دايره الخدمه عندهم. الا ما كانش تقرا، حيت القرايه للاسف باقي دابا في البوادي قليله، البنات ما تيصيفطهمش يقراو، وباقي هذا المشكل في البوادي، ما تيصيفطوش البنت تقرا، ديما عندهم واحد الفكره في راسهم حتى يجي شي واحد ويديها. فهمتي، البنت راه ديال الدار ماشي ديال التوظيف، اش من وظيف، الله يجيب شي نقره فين غير الحاسه. هذه هي الهضره الخاويه ديالهم. البنت تتسنى الزواج. هاد جوج ولاد كانوا عارفين واحد البنت من واحد العائله تما الدوار، جميله هذيك البنت جميله، هما كانوا بجوج خدموا في الفلاحه، خدموا في هذه، هبطوا للمدينه ويطلعوا كذا كذا، شويه مطورين على دوك الدراري ديال الدوار، هما تما هما مطورين، بس ديك الحوايج تيقلدوا ولاد المدينه والحسانه وكذا، ولكن حاطين عينهم على ديك البنت. فيما تلقى المناسبه دايزه بوحدها ولا كذا، شي واحد فيهم تحرش بها، راه تنبغيك ولا كذا ولا هذا ولا هذا ولا كذا. كانوا بجوجهم تيهضروا لها هاد البنت، كانوا بجوجهم تيهضروا لها وبجوجهم تيتحرشوا بها، وكل واحد فيهم تيبين بانه حقا بحال ما عنده غرض بها، هو باغيها للزواج، باغيها باش تولي خليله ديالو كذا كذا كذا. تلقاو الفرصه، فيما يلقاو الفرصه ديال ديك البنت خارجه ولا كذا، ولا غادا مع امها السوق ولا كذا ولا كذا، تمشي مع امها السوق، وهذا تيدوز واحد يتبعها غرضوا فيها. بجوج تيتبعوها ولكن مخبين بغاتيوش بهذا السر ديال انا تنبغيها ولكن انت تبغيها، ولا واحد يقول الاخر بعد منها ولا كذا ولا كذا ولا كذا. حد تيقول له لقيتها تقولها في السوق، هذا هي امها، بقات تشوف فيا ما حاشيتوش ليها كاع، ما صحاب راسها، دورت راسي ومشيت. الاخر تا هو تيسمع شي ولا ما تقوليش فلانه، وهذا تيدير لي لاباس، لا بقى طريقها بنسلم عليك، صحاب راسها زعما راه هي شي حاجه، زعما هذا تيدير راسو انا منفخ عليها، والاخر تيبين انه منفخ عليها، ولكن حديتهم غير نهضر عليها. اذا واحد ولا داير راسو فيها، الاخر ولا داير راسو فيها. العروبيه هذه وما كاين بنات داكشي قرب تقيس، لا بغى يمشي لبنات المدينه، ولاد المدينه خصو فلوسهم كما تيقولوا، ما عندوش وقت لهم مع الخدمه، ولكن ديك البنت شغلاهم في الدوار، شغلاهم بجوج. واحد النهار واحد فيهم قال الاخر، قال لي غنقول لك واحد الخبر شكاع، قال لي راه هضرت مع الوالده، مشات هضرت لينا عن خيتي. قال لي شنو؟ قال لي مشاو خطبوا فيها، مشاو هضروا معها وخطبوا فيها وقالوا لها راه ودنا بغاك وهذا وهذا، امها وافقت وكذا. دابا باها كان مسافر تيسناو باها يجي باش تا هو يقولوها ليه. الاخر سمع الهضره هو يتكمش، الاخر تا هو كان عنده امال وكان تيفكر باش يتقرب منها. كما قال واحد السيد، قال لك عندنا في البلاد، قال لك في العربيه الا بغى شي ولا اي واحد يكتب شي بنت خصو يكتب لها ويبقى هاز ديك البرا في جيبو، تضرب في جيبو شهرين 3 شهور وهي في جيبو، ربما تيتسنى لك مناسبه ديال تلقى بها ومبدا لها. انني ابغيك كثيرا وابغيك وانا افكر فيك في الليل كما في النهار. عقلت لك الرسائل اللي كانوا نكتبوا، زعما تنكتبوا ستيلو احمر، كانوا تيقراو معنا البنات. كان شي واحد زعما عينه في شي بنت ولا يمشي يكتب لها رساله. وكاين شي دراري كانوا معنا في المدرسه اختصاصي في ذوك الرسائل، اي اللي بغى يكتب البنت شي حاجه في الطور ديال المراهقه تيمشي عند فلان تيكون عنده الانشاء. خديجه او فاطمه، يا فاطمه انني افكر فيك كل يوم وانني احبك واقسم بالله حتى اتزوج بك، اذا ما تزوج بك الله يعطيني شي ماشينه تضربني، والله يعطيني الحبس 1000 عام، او يعطيني مرضا يقتلني، فاني احبك واريدك منك الزواج، لابد الجواب لابد ندير القلب وفي ديك النبله داخل وديك النبله تنخرقوا، وديك القلب في ديك النبله وتتجاوب كثير. بعض المرات تبدلك ديك البرا تشدها وانت فرحان، تمشي شي قنت تدخلها اذا بغيتني تعال الى دارنا اذا بغيتني تعال الى دارنا. كي غادي تمشي لدارنا انت ما دبرتي حتى شي خدمه، عندك جوج سراول نوض صداع، صبر ديالها زمرات تديرها الكره من هنا على رجليك، اذا بغيتني اجي لدارنا.
وتنجاوب الكذوب. نعم نعم سآتي إلى داركم، خاصنا غير نطلقوا ونهضروا كذا في هذا الموضوع وكذا وكذا إن شاء الله. جاوبت هي كاتبه إن شاء الله. إن شاء الله ما كملتيش الجملة. هادشي اللي كان بكري هذا. ولا مشات شي واحد طار مع شي وحده في ساعه تطلع عندنا في الدرب فلان مع فلانه تشوف دارهم جايين هاجمين عليهم خوها صرخه كذا كذا وما والو غدا سلم عليها ونمشى مع الفران وجا. واحد ولد واحد مره عندنا في الحومه سميتو رداد، والله العظيم مشى للطاليان معاه واش رجع مسكين، انا تيسمعني تنحييه. واحد البنت كانت في الدرب الرداد ديما لاصق ديك الرداد ديما، وخوها شم الريحه بانه الرداد راه تيلقى على اختو، هي ما قالتهاش ليه وكان خوها شم الريحه، وخوها بغى يحصلو زعما تيتسنى الوقت يحصلو. واحد النهار ديك البنت غدا بالخبز للفران والرداد دار مع واحد الزرقاء ودارو تلقى عليها، وهي غدا بالخبز فران هو جاي عندها تلقى عليها قال له وقف مع خوها يبان لي وقال نديك لك الخبز هذه والله ما نديه. هو جا خوها قال لي مالك؟ قال لي انت على الخبز والله ما نديه. قال لي صحابني شي حاجه؟ قال لي لا. هو يعطيه الخبز مشى الاخر بدا الخبز فران الاخر دختو وبقينا تيعاود انا مسكين تمك قال لي حصلت، قال لي حصلت اخي عبد القادر. بعد الدوره قال له اري بغى يهضر مع شاف خوها قال نديك الخبز هذه. هو شاد الخبز لان شرب 4 خبزات حطوا على راسو مشى دا الفران قال لي خويا صحابني بغيتي شي حاجه؟ قال لي لا راك مع اختي هذه شنو نبغي فيها انا بغيت بالدربنا ناخذ لها الخبز ندير الفران. صافي دا لها الفران الخبز. قال لك هذيك هو اللي كان بيناتهم كان شحال هضرت معاه نتلاقاو هذاك هو الاخر خويا عطاه تهديد قال لها شتي هذا الرداد نهار تهضري مع تكلمين بعد يجي تلقاك في الخبز كذا كذا نذبحك. بقيت قاعد تهضر مع الرداد ومشى مسكين للطاليان. وهذيك البنت بقات عندنا في الدرمو عاد تزوجها واحد السيد كون عاد تزوجت الرداد تا هما العكس اللي فيهم. على اي هذاك خطبها الاخر التكوى. ما بغيتش انا نبدا لكم قصه من الاخر من الجريمه، بغيت نبدا لكم لان الناس بعد ما بقيت ندخل شغل البوليس نعاود واحد النهار لقى واحد بنت ميته ولقى واحد راجل ميت. بعض الناس الاغلبيه تيوليو داهرين الناس يخرج من ا حتى لزد ماشي من زد تبطل، ولكن كاين شي حوايج اللي خصني لابد من نبداهم من الجثه نبداهم من الاخر. هاد نبداو الطريقه البوليسيه كيفاش وصلنا لهم. اما القضيه اللي تتعاود لي او تجيني غير مسطره انا ما كنتش فيها بعيد ما كنخدمش فيها تنعاودها كيما جات في المسطره كيما تكتبوا في المسطره الوقائع بصريح كذا 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 وتبداو. على اين هذاك صاحبو ما بقاش تصرت ليه بانه خطبها، ولكن بقى معاه في اتصال وبقى صاحبو وبقى تيجيب الاخبار ديالو معاها. الاخر تيقول مشينا البارح تعشينا عندهم كان تما كان بوها وكان كركوها كان كذا تعشينا عرفتي تنضحك معاها من التحت فهمتي تتخبى وتدير لي مسترجمه. الاخر تيتفقاص عرفتي قالت لي عرفتي عطاتني برا هاي مادني قرا شي شويه تيجي بدي برا يقراها يا مصطفى انني كذا يا كذا وكذا وكذا. الاخر تيقراها بذوك البراوات وتيجمع لان الاخر هما بجوج كتبان لهم في ديك الدور غا هي بوحدها راه هي، ولكن ما بقاش يبان لهم بنات اخرين. هذا دخلوا في ذاك الحب ديال التملك ديالي هذيك ما كاينش لا بغيتها كما كان الحال. والاخر ما عرفش الاخر بان الاخر حاس بالاخر حتى هو كان تيبغيها، ولكن هو من خطبها ولات خطيبه ديالو بغات تولي مراته وباقي الاخر معاشر معاه. الاخر بحال وهذا الشيء تيوقع بزاف بحال تيوريه هو انه بطل بانها بغات وانها كانت تحبه وقالت لي من النهار الاول انا من نهار شفتك وانت كذا تنبغيك ومن نهار كذا كذا وما تيجبديش هو قصته يقول لي وانت راك تعيق بها انت واكل العصا وصابر وكذا وكذا. لا تيزيد نغزو تيزيد يرغزو. على اي واحد النهار المصيبه الكحله كانوا تيشربوا بجوج واللي جاب الشراب هو ذاك اللي كلا العصا ماشي العريس الجديد الاخر هو اللي جاب الشراب. دار مع داك السيد قال لي غتجيب الشراب وحسب اعترافات هو قال لي بغيت نمشي انا وياك ليه كان داك نوار الشمس وكان الصيف نوار الشمس كبرات والزرع باقي ما حصلوش الزرع وداك الشيء. هذا قال لي غنمشيو تما للطبيعه انا وياك نشربوا مزيان دابا الصيف مشيو حتى العشيه ونجلسوا تما نشربوا وهذا كانوا شي مره قالت بانهم شربوا واحد القنت تما حداهم العروبيه ونعسوا بجوج سكروا بقاو ناعسين حتى الصباح وردوا ضحك بيناتهم وداك الشيء انهم شربوا بزاف. وداك النهار قال لي ندير بحال ديك المره. الاخر قال لي تخلصت او دبر على الفلوس او منين جابهم مشى شرب بزاف اي حسب الصريح يشرب 4 لتروات ديال الشرب ديال جوج. اذا جوج الناس اذا يشربوا 2 لتر الواحد راه كافيه باش يتهزوا من الارض. 2 لتر راه مصيبه. شحال من واحد تيشربوا 2 و3 و4 كاينين اللي في الاخر تيتزود في الزنقه كاع ولا تيتزود في الطريق ولا تيدير شي اكسيدون بالطوموبيل وباقي ما عقلاش وقع تتخرجوا من الطوم شحال واحد دار اكسيدون حادثه سير كبيره ضرب الطوموبيل تضرب هو وتنمشيو مع المستشفى وتلقى سكران في السبيطار ما عرفش واقع فيه الدم. تقول لهم خويا كيفاش وقع لك شكون هو كيفاش وقع لك انت؟ انا الطوموبيل وانت واش دخلتي فيه ولا دخل فيك؟ شكون هو الطوموبيل اللي دخلتي فيه دابا ديال من ديالك؟ واش دخلتي فيه والطوموبيل؟ دخل فيه هو وحتى شاشتي ديال الدم
الدم هذا فيه الدم، شاف الدم، عندي الدم، هو في السبيطار شاف الدم، تيبقى هو تيصحى وتكتشف، هو تيصحى تيدور له داك تكشف، تيشوف يدو مذبوحه، بوب 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 بوب، تيشوف رجلو ملويه، رجليها كليتها برجليها، صا مسكري تيشرب بزاف، وفي المستشفى ومستعجلات، وباقي هو ما فاقش بان باقي ما عرفش اش واقع، ما عرفش اش واقع، كثرة الخمر ما عرفش اش واقع. وكاين اللي تيخرج من البار، حنا كنا تنشوفهم كاو غادي يدير تيطيح، وهذا تيقلب على السوت في الطوموبيل، غادي يحل الطوموبيل وغيركب تقول المهم انت هذا كيفاش غيسوق. ولا الصباح قلتي لي ودي البارح كنتي سكران صاحبي وركبتي في الطوموبيل، لا انا فاش نشرب عاد تنتقاد، نشرب في مراكش، انا تنشرب عاد نشد الطريق، تلقى تحت شيكار، الله يعفو على الناس وصافي. على اين مشى هو وياه وشرب هو وياه في ذاك الخلا، وكان جاب معاه واحد الموس كبير، من ذاك الموس اللي عنده حسب التصوير اللي شفت كان عندهم واحد الخرصانه تيحلوها باش تيرويوه، عاوتاني تيحلوه، شي تيقول لي بوضلعه، شي تيقول لي 7 نقشات، شي تيقول لي بونقشه، شي تيقول لي كان واحد حمرين تيدور الطريق كانوا خايبين الله يستر، هما اللي كانوا بانوا انا شفتهم في المراهقه ديالي، الوقت اللي كنت يا ربي في المراهقه، من طلعت للثانوي اول مره شفت براس بحياتي واحد جبد موس على واحد. انا ما عمري شفت واحد، مثلا كنا تنقراو بدينا في الثانوي، بدينا في الثانوي ما كناش عندنا مثلا شي واحد تيدابزوا تيدافنوا بعضياتهم او تيتخاصموا تيجبد عليه موس، ما كناش نعرفوا الموس. انا في ذاك الوقت كان الصحه، كان الناس يدابزوا بيديهم، ما كانش تيبان مثلا تجبد عليه موس، ولا ما كانش تيتهز الموس، ما كانش تيتهز. واول مره شفت انا موس شفت هذاك النوع، واحد حلو دار يطرق ولا جبدو، هذا مونيتور ديال الرياضه، واحد مونيتور ديال الرياضه كان دانا في واحد المدرسه، دانا لواحد الملعب ديال الكره، خرجنا من الثانويه ودينا الملعب ديال الكره، وما تمشيش نلعبوا الكره، مشينا نديروا لا جيمناستيك رياضه عاديه. وواحد اللي كان شويه داصر باسل، هو كان باسل في القسم، وجا داك الاستاذ عيط لي ديال الرياضه قال لي تنهضر معك تدور راسك ليه كذا كذا كذا، هو يطرشوا بكري كانوا تيضربونا، كانت عاديه ضرب المعلم ولا شي حاجه هذا، هو يدخل يدو تحت السيرفيتمون ديالو جبد موس، عرفتي كان مخبي، ترى اول مره شفنا موس، دخل هنا وهرب جبد موس، عندك الموتور تجبد عليه موس، هو هرب. ومن ذاك الوقت ما رجعش للمدرسه شي شهرين، وواحد جابو باه قال لي المدير راه مطرود جبد موس، ومشى في حالته ذاك الدري، مشى طردو من المدرسه، قرينا وكبرنا وخدمنا، وتلاقيت واحد النهار شيفور ديال كاميون ديال جافيل وسنت عليه، عرفتو يا صاحبي عمري ما شفت موس جبتي في المدرسه، وقال لي هذاك هو الموس اللي خرج عليا. قلت له فين لقيتي هذا؟ قال لي هزيتو الوليد. وعلاش هزيتيه معاك؟ قال لي غير هزيتو كنت غنوري لكم زعما الدراري جبدتو على المونيتور، ما كانش الموس ذاك الوقت يتجبد. هذا السيد جبد هذا الموس اللي كنت نعاود لكم عليه، اللي هو بونقشه ولا بوضلعه ولا سميتو، جبدو وهو يضرب داك خينا، قتلو وبقى تيضربوا حتى سكروا، لانه 4 يطروا سكروا. الاخر تيقول في الاعترافات ديالو بانه انا اللي كنت تنكب، وكنت نكب ليه اكثر، لان الواحد ما تيبقاش يكونترولي في الشراب، واحد مثلا ما تيكون يشرب، واحد الوقت ما يبقاش يكونترولي في الشراب من تيكون واحد مثلا 2 الناس تيشربوا ولا 3 الناس تيشربوا، تيكون واحد اللي تيكب، الساقي ما يسمى بالساقي، تيكون واحد اللي تيكب، وداك اللي تيكب يعطي لهذا. وكان واحد الوقت كاس واحد اليوم الناس تنقات الحمد لله، مع الناس ولاو نضاف، مع كورونا زادت علمت الناس النظافه، اليوم تلقى واحد المجموعه السكريه تيسكروا ودبر راسهم الله يعفو عليهم، بعد رمضان ندخلوا شي نبقاو نسبوا في الناس، تيكونوا مبليين تيشربوا، وتيكون واحد تيكب اليوم ولا كل واحد تيكب ليه كاسو، تيجيبوا الكيسان ديال البلاستيك ولا كاس الدجاج عادي وتيكب لهم كاملين، واحد اللي تيكب. بكري لا، بكري كان كاس واحد تيدور على الجميع، كان يمكن هذاك الوقت اللي كان تيكب ليه، لان داك الساقي عند السكريه تيكونوا حاضين معاه زعما يشرب هو بزاف، ولكن اذا كان باغي في شي واحد الخدمه تيضرب ليه الكيسان، مثلا تيشرب ويعطيه وعاود يعطيه، عاوتاني يشرب ويعاود يعطيه، ان هذا سهيل اذا الاخر كيشرب انا سكرته، اي كان تيعطيك اكثر منه، الاخر يمكن يلاحظ لان مع الهضره والكارو والزريعه وبلا بلا بالكهضره انت بديتي تشرب، الاخر سكر، الاخر ما سكرش مزيان، بقى شاد في راسو، جبد داك الموس هو يبدا عليه تكملوا بدا عليه وجروا وسط ديك الحصيده، جروا كان تما الربيع نوار الشمس وهذا، وجروا ودخلوا تما وخلى شي قرعه فيها الشراب تما، وخلى الموس في المكان، هذه القضيه المهمه، خلى الموس داك السيد في واحد الجهه دخلوا وخلى الموس وسلت حالاته، اي خطه عنده في راسه بانه غادي يقتلوا هذاك، ما يعرفوش شكون اللي قتلوا، غادي من بعد يرجع للبنت ويتزوجها هو وكذا هي فكرته. هذاك بقى مرمي تما، الناس قلال تيدوزو من تما، بقى مرمي تقريبا واحد 3 ايام. هذيك خينا النهار الثاني اجدار هز الضربه وسافر، جا عند دوك الناس لدارهم، اولا جا للدار شي تثبتهم، جا عندك خينا قال لهم السلام عليكم، السلام بخير صحه لاباس، قال لهم عندي واحد الخدمه انا ولدكم، واش قالها لكم ولا؟ قال لهم ولدنا راه هذه ما جاش. النهار الثاني قال لهم ما جاش، ما كاينش معاك اش غيكون معايا، حنا اتفقنا مع السيد غنمشيو نخدموا عنده، وغنسافروا جوج غنمشيو نخدموا، غنمشيو سلا نخدموا،
انا وياه، حيت كانوا بعض المرات يسافروا وياه تمشي يخدم شي ضريبات في الشمال ويرجعوا، شي خدمه في الرباط ويرجعوا، في المطار ويرجعوا. قال لي حنا غنمشيو نخدموا في الشمال انا وياه. فين مشى هو؟ وراه البارح كنا غنمشيو البارح ما جاش، انا غنمشي. ها الساكو هز داكشي وقال لك العائله انا غنمشي. فين مشى؟ والساكو مشى في حالته وقال ضرب انا غادي نخدم. ديسباري. فاش لكم دازت ديك المده ديك تحت قرن من السيمانه دازت واحد السرح في سرح خداتو رجلو تما ديك الجهه، هو لقى السيد ميت وواحد شرب تما، واحد الموس داخل فيه تما. اش دار داك باك السرح السي السرح هز الموس وطواه وشاف جيبو، هز داكشي بقى مشرب وسلت، عرفو ميت وسلت. قلبو في جيبو لقى عنده شي حاجه في جيبو ديال الفلوس، هزها ليه وزاد في حالته. زاد في حالته. وقع اكتشاف جثه، عرفوا الناس بان الجثه ديال فلان كاينه في واحد الجهه. هادو الدرك الملكي، مشاو للدرك الملكي، مشاو للجثه، هزوا الجثه. الجثه في ذاك الوقت ما لقاوش شي بصمه غتبين شي واحد، ما لقاوش. حتى حنا كانوا عندنا المشاكل مع انه بقات يبان شي بصمات اللي غيهزها وغيقلبها وغيديها وغيشوف بحال اليوم من ولات مصلحه الجريمه ولاو تقنيات كثير عند البوليس وعند الدرك. مابقاش المشكل ذاك الوقت ما كاين شيء. ذاك الوقت انت تشوف انت مثلا واحد الكاس فيه بصمه هكا، فيه بصمه، وانت مشيتي خرج يقول لك هذه ما بيناش ولا ما خلصنا مازال الصبع الثاني والثالث ولا شي حاجه بحال هكا. داو داك السيد بقى البحث في الدوار شكون صاحب فلان، هو صاحبه. فين هو فلان؟ صفر. فلان صفر ما كاينش. فلان تيقول له دار لك عائلتهم تبقاو دير كانوا غيسافروا بجوج غيمشيو يخدموا السلاح وهذا وهذا وهذا، ومن بعد راه هز حوايجو ومشى. العائله ديال اخوك جا عندنا وسول على الولد قال فينا هو وكذا كنا قلنا ما جا شيء، هاد يومين ما جا شيء، مولف تيغيب حتى هو تيسافر بلا ما يخبرهم بلا هذه كذا كذا دير راه عزري وقاد براسو. خصنا ذاك الولد يجي. هذاك الولد لعب واحد اللعبه هو ديال المعلمين. دازت واحد 4 ايام جا لدارهم اش كاين؟ قال لهم الموت ما الموت فين الموت كذا كذا. مشى للدرك قال لهم ودي انا واحد السيد اش بقى صديق ديالي هذا كنا غنمشيو سوا وكذا 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 وكذا. انا ديك المره ديك النهار فاش غادي يشرب قال لي ودي راه عندي واحد خينا واحد جوج عندي صحابي واحد تعرفت عليهم واحد جوج غادي يجيو نقصروا نشربوا اللي في الطبيعه كنا غادي نمشيش معكم انايا واذا مريضه وما عنديش. هو بعض المرات تيبقى يدبر شي وجوه ما تنبغيهم شيء ومشى في حالته من تما ما شفتوش. مشى بواحد الطريقه ديال المعلمين. صدر مي قال لي بقى تحت الاشاره ديالنا ما نبغيوك نعيطوا عليك. قال لي واخا ومشى. شي حاجه ضده ما بيناش، عرف كيفاش يخرج من الدوار وعرف كيفاش يرجع الوقت ديال الموت ديال الدري. وعز ذلك العائله وبكى معاهم مشى تما ولاو مالين الدور تيصبروا تقول صبر راه كان خوك وحبيبك وتمشي معاه من ولا وتعيا ما نقولها ليه وتعيا ما نديرها ليه. حتى واحد ما شك في ان هذاك يمسوا ليه يقتلوا، حتى واحد ما شك العلاقه اللي كانت بيناتهم، حتى واحد في العائله ما شك بانه قد يقتلوا ولا شي حاجه ولا شي حاجه. داز تقريبا واحد شهر ونص او تقريبا شهرين حسب المسطره. هذاك السلاح مغالي في ذاك الميس وجبدوا معاه واحد السلاح اخر عقلنا تيسلاح حتى هو، حيت حنا تنقولوا السلاح يكون تيسلاح بهيمهم او بهيم الناس او كذا ديما تيتسمى الراعي تيسلاح حتى هو. وكنت انا ما تمشي مع احتراماتي الرعاة انهم حتى هما عندهم قيمتهم ومهنه محترمه، وانا كنت فاش تمشي للعروبيه فاش تمشي كنت تنقول واخا انا كبرت في المدينه وزدت في المدينه كنت تنقول خوالي او عمي او كنت نقول خليني نمشي انا نخرج الغنم الغنم ديالهم وكان تيخرجها وتنهز العصا وغادي ما ياكلها وتنخرجها لهم. ما كانش تيثقوا فيها توصل لي ولد عمتي وتبقى جالس معايا وتبقى جالس معاه وتنجري من رد هذه من هنا رد هذه على الطريق رد هذه عجبني ديك المهمه نقوم بها كانت تعجبني وانا صغير. هذاك الراعي كان تيهضر مع واحد الراعي اخر واحد السلاح تيهضر مع السلاح هو جبد قدامه ذاك الموس. قال لي على موس شدو قال لي كذا كذا قال لي راه ما كنتش نجبدو من الدرعات جبدوك مخبيه. وبقاو في الهضره هو وياه هو ذاك السلاح هو يقول لي فين لقيتي ما فين لقيتي ويقول لي قال لي شتي فلان اللي مات قال لي انا انا الاول تما حداه وانا يبان لي الموس وانا ديته ديت صربته. قال لي انا مخبيه عندي وداك الشيء وهذا. قال لي عندك شي واحد قال لي ما شوف حتى واحد تنقطع به غير شي حاجه نقطع به ولا كذا ولا كذا ولا كذا. ظن منهم مسكين سرح يرعى الغنم وما عرف لا قانون ولا مولاو به. فرح بداك الموس ما هماتوش حتى الجثه فرح داك الموس وداك السواد ديال الدم جيب الاخر وديك القرعه اللي بقات ديال الشراب فرح بهاد الغنيمه وصافي وبقى ساقر صافي تفنوا السيد هو ساقر. وقال لها داك السرح هو يتحدوا باف. داك السرح قال لباه قال لي فلان عنده موس اش قال لي وباه كان من الناس ديال القبيله ايوا هز الضربه مشى عندك العائله قال له ما ودي السرح ديال فلان راه اش قال ولدي عنده واحد الموس اش قال ولدي اش قال لي مشاو الناس عند الصدرميه قال لهم ودي داك السرح اش كاين مشاو جابوا السرح جابوا الموس حتى عندنا المشكل كما كان في المحضر هذاك ما مشاش غسل داك الموس كان تيقضي به غرض وداك الشيء قلبوا داك الموس يلقاو فيه بانه باقي في الاطراس ديال الدم سيرتو ديك الخرصه اللي مدوره الخرصه باش يحلوا تما كاين اطراس ديال الدم. قالوا لي فين جبتيه قال لهم لقيتو هذا اذا كاين الجثه كاين تيقول هز الشراب تيعترف بانه جبد لي سوف نجيبو وهز الموس ولا هو سي سبي نيميرو هو المشكوك فيه
قدموه للمحكمة بالاعتراف، انني قد قمت سكر وهذا، لقيته تيشرب، وقفت معاه هو تيشرب، ريحت معاه، سكرت معاه، وفي الاخر جبت هاد الموس ضربته به وكذا 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 وكذا. هادشي عطا الله. شحال من واحد مشى فيها هكا، شحال من واحد، لا عند الجدرميه ولا عند البوليس ولا في القضاء ولا في المحكمه ولا في كذا ولا في كذا. وهذا الشيء في العالم كله. شحال من واحد قدموه في ميريكان اللي هي اقوى دوله قانون حقوق الانسان، شحال من واحد قدموه وضرب 20 عام ديال الحبس، كان اللي ضرب 10 سنين، وكان ضرب كان محكوم مؤبد، في الاخر خرج ما دير حتى حاجه، ما عمرو لقى شي حاجه. راكم تشوفوا في الفيديو تيقول لك بعد 20 عام لقاو القاتل الاصلي، بعد 50 عام لقاو كذا كذا، بعد 10 سنين لقاو اللي قتل. وهادشي توقع في العالم كله، لانه تيكون واحد بالنسبه للبوليس او الدرك او المؤسسه الامنيه اللي قدمته المحكمه تيكون عندهم قناعه سيرتو في الروح، ماشي كيف يتهموا في السرقه ولا في الروح تكون واحد القناعه. حنا جربنا، الله يغفر لنا والله يسمح لنا، بعض المرات تقول لواحد هذا هو اللي يدير كل شيء، ما فيهاش، هذا هو اللي يدير كل شيء، ولكن انت تقدموا بدوك المعطيات اللي عندك دون الاعتراف، غير المعطيات اللي عندك تقدموا تمشي للحبس. هو ما داخلش تما ديك لافير، ما عندوش علاقه بها. بحال هذا السارح هذا لقاو عنده الموس فيه الدم، لقاو عنده اعترف بالفلوس، اعترف بالشراب، فهمتي؟ هذا الشيء كله اعترف به، اذا ما كاينش غيقتلك ديك انت. في الاخر يمكن مع الزيار، مع خلعوا من هنا قال ايه انا بحال واحد القصه تعاودت لكم ديال واحد كان عيط لي السيد الوكيل العام، نائب وكيل العام كان عيط لي على واحد السيد قدمته واحد لابريكاد، قدموه وتعترف بانه قاتل واحد صاحبه كان تيسكر معاه قتله، اعترف للبوليس انا قتلته ضربته بالموس وكذا، خليت خوته خرج ضربته بالموس وهذا وعيط لي السيد، ما اقتنعش بهذا الاعتراف، ما اقتنعش به السيد الوكيل العام، هو نائب وكيل العام كنقول له تسمى وكيل العام، ما اقتنعش به وعيط لي انا وديك الساعه في بريكاد الرشاش وجبناه ولقيناه. الخوف ديالو جعلو يعترف، الخوف غير خاف واعترف، ماشي انا نسلبي راسي انا دخل اغرقه وانا فكيته، لا، لان عندي قصه اخرى. انا واحد تلقاني في المارشي الحوت هاد الايام وقال لي بغيت نهضر معاك، لا قلت لي انا اعطيني واحد الميكا الله يعطيك الصحه، قال لي ما تسالش ميكا السي الخراز. قلت له علاش؟ قال لي صيفطيني 15 عام ديال الحبس، وناض صاحبو قال لي السي خراز صيفطيه الحبس، راه صيفطيه ظلما، راه خصو يعطيك لا ميكا لا والو، خصكم تخلصوا لي الحبس ديالو. قال لي صيفطيني 15 عام ديال الحبس، قال لي ظلما انت، قال لي صيفطي انا البريكاد ديالي، قال لي البريكاد ديالك. قلت له فكرني، هو يفكرني ومن فكرني بداك الشيء. انا غادي يجي حلقه جايه ان شاء الله ولا بعد منها غادي نعاود لكم كيفاش وقع، كيفاش مشى 15 عام ديال الحبس ما دار والو، وغنعاودها لكم. انا فكرني فيها وقلت لك غنعاود هذه القصه، قال لي عاود السي الخراز. هاد السرح، رجعوا للسرح ديالنا، هاد الراعي رجعنا بانه مشى بالاعتراف، لان كل شيء ضده، الموس، السرقه اللي صارت يعترف بان سرق كذا 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 كذا، انه هنا غيقول الواحد ما يمكنش هاد السرح يلقى واحد ميت ويقلب ليه جيابو، غيخاف، ما يمكنش يسقى الشرب يمشي يشربها، غيخاف انه ميت. اذا هذا كان قتلو من اجل فلوس شافها عنده في جيبو، من اجل كذا كذا مشى باعتراف، وخدا 20 عام ديال الحبس. ذاك السارح ما دار فيها حتى شي حاجه، 20 عام ديال الحبس. اشنو جاي؟ هذاك القاتل ما عاودش رجع للدوار من بعد ديك الجنازه، ومن بعد جا عند دارهم كذا كذا وعزاهم ومشى عند الجدرميه وبرا نفسه، ما عاودش رجع، وبقى تيدور سلا الرباط. وواحد النهار تلقى واحد الدري تما من واحد المؤسسه امنيه ما كاين لاش نجبدوها، لقاه تما هو ولد دارهم، ولقاه دايز في الطريق، الاخر خدام ويعيط عليه، اجي واجي، ولا ما كنت غبرتي من الدوار، قطعتي التليفون على امك على باك، الناس يسولوا عليك اش هادشي، امك ولا تلقى تقول لها وليدي عافاك تلاقيتيه، امك غتحماق اصاحبي، حشومه عليك، ماشي معقوله صاحبي، رجع لداركم وهذا. الاخر قال له انا غنمشي وكذا وغادي رجع، قال لي فين ساكن؟ راه التليفون ديالك، عطاه رقم التليفون ديالي، فين ساكن كذا، قال لي شوف انا السيمانه الجايه بغيت نمشي معايا، قال لي عنده الطوموبيل الاخر، فعلا دار معاه رانديفو وجمعه الاخر، وانه بين الشك واليقين، واش عايقين بيا واش كذا وكذا. لما الاخر حكى لي في الزنقه شدوا لي قتال وواحد السالح، الاخر قلبو براد، وصل الدوار ولقى مع موت عنق معها وكذا وهذا، ولقى في واحد الحاله ماشي هي هذيك، حالته حاله وبحال تكسرت مع ناس في الزنقه داكشي، والناس منقاتو جاو الجيران، مالك وليدي مشيتي؟ قال لهم انا مات لي صاحبي صافي راسي داغ، انا بقيت غير في الزنقه ندير، خويا مشى ليا اللي كان عايش معايا وهذا مشى ليا، ولكن انا كل لقيت داك الساعه نقتلو. علاش يقتلو؟ علاش اش دار ليه؟ هو يدو مزيانه مسكين تيعطيو تيضرب، علاش قال ليه وزاد بكاو داكشي والناس يسكتوا، داك العائله جاو سكتوا وصافي، وبقى في الدوار. دوز واحد المده لا تقل عن شهرين وجلس في الدوار، كما تيقول الناس التزم واحد الصمت كبير، ولا غير سقر ومرض واتصاب بالاكتئاب، وبقاو تيجيبوا ليه الفقيه دارهم، تيجيبوا ليه الفقيه تيقرا عليه، تيكتبوا ليه، تيقولوا مسكين الصوت احمق على صاحبه، ولا احمق على صاحبه لانه تيجلس بوحده، ولا تيمشي للجامع تيبقى يصلي ما تيخرجش من الجامع، وحاضر راسو في الزنقه، مالك وليدي تيبقى يهضر مع حتى شي واحد، ما منيش، مالك وليدي ما منيش،
اي تيقولوا هذا يمكن حماق، لا فاش كان مسافر جابوه حمق وخا نطفو بقى حمق. ولكن واحد النهار مشى عند الدرك الملكي، مشى تيغوت وتيبكي ودخل عندهم، قال لهم داك صاحبي انا اللي قتلته، انا اللي قتلته. كيفاش قتلتيه؟ انا اللي قتلته. وعاود لهم القصه كامله اللي عاودت لكم انا كنت تنبغيها وتنموت عليها وكذا وكذا وطاطا 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 وطاطا. الدرك عيطوا لها دارهم، عيطوا لها كلشي، جا وقال لهم واش تسمعوا واش تيقول؟ قال لهم واش قال لكم هادشي؟ قال ما قال حتى شي واحد، جا عندكم نتوما ديريكت. وبقى تيشرح لهم كيفاش جا معاه، كيفاش قتلو، كيفاش شرحت لكم وهذا وهذا، وجا ثبتهم بديك، جا عزاهم وثبتهم بداك الشيء. قال لهم مشيت وخرجت من البلاد، قطعت الاتصال مع كلشي، لا مع والديا ما حتى شي حاجه، ما بغيتهمش يعرفوني فين كاين، ما عرفتهمش يعرفوني ولا غيجبدوني، ما عرفتهمش. ولما جيت وسمعت داك الدري مشى فيها بقى فيا اولا، وثانيا قال لهم حاجه اللي غتحمقني تخرج من عقلي، هذاك صاحبي ديما تيوقف عليا في الليل، وديما تيوقف عليا، ديما تيوقف عليا في الليل وحمقني، ما خلينيش نعس في الليل وما بقيتش تنعس، وكل تيوقف عليا تيقول لي اش درتي؟ قتلتيني وضربتيني وديتي لي وسببتي 26 عام الحبس وكذا، هادشي تيعاودوا ليا. ما بقيت، وليت نتمشى في النهار، تتمشى في الدوار غير غادي ساكت باش نعيا باش نطيح، ولكن غير تنطيح في الليل تدي شويه نعس ويوقف عليا، تيجي عندي تيدخل عندي لبيتي تيهضر معايا. هذه القضيه هذه عاودت لكم في هذه الحلقه الثالثه دابا، عاودت لكم واحد ديال القنيطره اللي قتل دري صغير وكان غيمشي فيها واحد السيد رجل اعمال، وهذه عشتها انايا. واللي واحد النهار وداك واحد كان ما مذكورش في القضيه، ما مذكورش، حنا جارين واحد رجل اعمال وجارين واحد فينا خدام في الفران وجارين شي وحدين هو قاصر وجارين شي ناس اخرين اللي تنبحثوا معاهم، وحنا في البحث وداك السيد مستدعي والروينه، وخرجنا الدري، خرجنا القاتل منا، وجا عندنا لابيجي السلام عليكم. السلام خويا، انا اللي قتلت داك الدري، هذوك ما قتلوه ما داروا والو. كيفاش؟ علاش سلمتي نفسك؟ اخويا ما خلينيش الناس، ما تيخلينش الناس. ثلاثه الحالات اللي عشتهم في حياتي في الشرطه انايا، ثلاثه عشتهم، وهذه تعاودت لي، هذه غير تعاودت لي، هذه الخلا هذه هي الرابعه اللي ما جاني عجبني. قال لي السيد رجا وبقى تيقول انا اللي قتلته. وكاين الناس في السجن تيعاودوا لي مساجن، تيقول فلان تينوض في الليل تيبقى يغوت وابعد مني وخديت عليك الحبس وعطيني شبه اتساع، تقول ما تقول داك اللي قتل واقف عليا، تيوقف عليه، تقول له قول لهم كل شيء، قول لهم واش ديتي لي، قول لهم هو في الحبس، تيوقف عليه. وما تنظنش شي واحد غيكون قتل الروح ولا مشي للحبس وما غيطلعش ليه داك الواحد، سبحان الله ما يطلعش ليه داكشي في الحلم ديالو، ما يمكنش ما يطلعش ليه في الحلم ديالو، غيبان لي شنا في الحلم. هذا الحاله هذه انا بغيت شي عالم نفساني او شي طبيب نفساني يشرحها لينا بشي كومونتير او صيفطها لي انا. اي واحد تاخذ واحد وما عرفوش شو اللي قتل، واحد النهار تيقدم راسو للعاده تقول انا اللي قتلت، وعلاش جيتي؟ تيوقف عليا، ما خلينيش الناس، تيجي ليل ونهار عندي، ما خلينيش الناس كيما داك الدري كان جا عندنا كيما قلت لكم، وتيجي انا جالس معاه وتنبحث معاه، ماشي هذا الاخر قلت لكم دري صغير، وتيحلف لي بالله تيقول لي سير خلاص راه ما تيخلينيش الناس. واش تتحلم به ولا تيجي عندي؟ كيف تيجي؟ وتدخل عندي لبيتي وتفيقني وتبقى يهضر معايا، وغوت تدخل مو داكشي ما تبقى باين والو، تبقى يبخلوا تينعسوني وما تيمشي وتدخل عندي. سيرتو اللي ما تعرفش بانه قتيل، وهذا الشيء اللي وقع ليه ضمير الله اعلم، ولا النفس ولا قدره الله سبحانه وتعالى، ولكن شي قوه خارقه احنا ما عارفينهاش عند الموتى، الله اعلم عند الموتى ما عارفينها شيء، ما عارفينهاش. واحد النهار الله يرحم والدها ماتت، وكان عندي واحد النقاش مع واحد الاخت ديالي، وقع لي نقاش معها وقطعت عليها شي شويه، ما بقيتش نهضر معها. واحد الليله دخلت الوالده بواحد الجلابه، هذيك الجلابه كانت تلبسها فاش كنت نقرا انا في الابتدائي، باقي عاقل عليها، كانت جلابه كحله، فاش كنت تقرا. وتعرف الوالدين ما كانش عندهم 10 جلاب، عندها جلابه واحده تتبقى بها الام عاوتاني، ناس بسطاء. وقفت عليها والله العظيم، حلت لي البيت الناس ديالي انا وانا ناس بوحدي، وقفات حلمت ولا رؤيه ولا ما عرفت، وقالت لي عبد القادر انا من قالت لي مالك مع اختك؟ دارك شتي قالت لي سي عند اختك خليتها تبكي وتدير وانت قاطع عليها مده هذه، سي عند اختك. وانا نقول لها اجي امي انت راك ميته، راك متي، قالت طبعا. وليت داك الليل تنقول فوقاش يطلع الصباح، هو يطلع الصباح، وبقيت تنقول ما بغاتنيش نزيد معها الهضره، نقول لها امي ياك انت ميته، حيت انا قلت لها وهي قبلت، ولا غدا مشيت عند اختي. وتفاجئت سلمت عليها وان اختها بقات تبكي داكشي، بقينا جالسين. قلت لها ودي راه امي اللي صيفطني عندك، راه امي كذا 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 كذا. كاين بعض الرؤيه يمكن رؤيه واضحه، كاين الحلم والرؤيه تكون اكثر وضوحا. كيف وقع لهذا السيد هذا؟ قال لي كل نهار تيوقف عليا، عاد خرج مسكين داك الدري داك الساعه خرجوه من الحبس، داك الدري من الحبس اللي اشنو سببه؟ ماشي الاعتراف ديالو، ولكن الحجاج اللي كانوا ضده هما اللي داو الحبس، الحجاج اللي كانوا ضده، الموس والخمر والفلوس اللي داو داكشي هما اللي كانوا ضده، ما عرفش يدافع على نفسه، ودخل مسكين ربما او دار الاعتراف واخا هو ما كملش الاعتراف ديالو الله اعلم، ولكن او داو لك القرائن هي اللي كانت ضده 27 وخرجوا من الحبس. حنا ما نقول بعض الناس يقولوا ومشى من الحبس داروا معاه، عطوه ما عطاوش، هذه المواضيع انت باش ندخل فيها، واحد دار الحبس على واحد وخرج وعطاو، هذه الظاهره عرفناها في امريكا فرنسا في الدول، انت يخرج واحد يعطيه واحد القدر ديال الفلوس حيت مشى ضربان داكشي هذا، شي حاله عارفه انا ديال شي واحد ردوا لي تخلصوه لك هذا، انا ما عارفها شيء، ربما كاينه ولا ما عارفها شيء. نتمنى من الله هذه الحلقه تعجبكم وهذه الرساله تفهموها، والسلام عليكم ورحمه الله.